لأطيب وصفة بيض باللبن ممكن إنه أنتوا تجربوها. عندي 300 جرام من الخبز، كيلو لبن، 7 بيضات، 5 سنون توم. للمكونات ببلش أول شي إني أنا أحضر الخبز. بقطع الخبز بقلب جاط لوقت ما تخلص عندي الكمية. وللبن ببلش إني على نار متوسطة حضره. بضيف اللبن وبخفقه كتير منيح. من بعدها بضيفله فصوص الثوم يلي عندي، وطبعا بحطله الملح على حسب الرغبة، وبخفقه منيح صبايا. وإذا اللبن عندكم فرط، من بعد ما يغلي وتطفوا النار تحته بتخفقوه على المكسر الكهربائي لحد ما يصير قوام اللبن عندي جاهز. هلا هون للبيض بلشت اني انا احضره. هلا انا حطيت له معلقه 7 بهارات، نص معلقه فلفل وملح. فيكن انتو صبايا تعيفوه ساده كمان وتحطوا على وشه يلي بتحبوه. اذا كنتوا بتحبوا البيض يضل اصفر ناصع فيكم ما تحطوا البهارات لبعد ما انكم تقلوا البيض. هون بعد ما قليت البيض بلشت اني انا اطبق المكونات. حطيت اللبن فوق الخبز، ومن بعدها بقى حطيت البيض وبلش اني زينه. هلا للتزيين حطيت عندي فلفلة حمراء وبصل مقطع. وصفة طيبة كتير، بتمنى انكم تجربوها وتحبوها وتشتركوا بقناتي، بحبكن كتير.